السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيك. النهاردة هنتكلم عن إزاي تسوق لنفسك بشكل مجاني تماما بدون أي مصاريف تسويقية أو أي إعلانات ممولة للبزنس بتاعك، البزنس الرقمي أو الخدمة بتاعك. أهلا بيك، أنا علاء مختار، مؤسس قناة علاء مختار. النهاردة هاخدك في رحلة عبر 5 خطوات مدروسة ومجربة وفعالة للبزنس بتاعك. إزاي تحقق مبيعات كبيرة جدا وأرقام كبيرة جدا مقارنة بالشركات الكبيرة. إزاي الشركات الكبيرة بتحقق المبيعات دي، وإزاي بتحقق أرقام كبيرة وبتحتفظ بقاعدة عملاء كبيرة جدا ليها من خلال التسويق بس بالمحتوى. المحتوى هو الملك. Content is king. المحتوى هو ملك الليلة كلها. لو عرفت أسرار التسويق بمحتوى، البيزنس بتاعك هيكون فعليا في حتة تانية. أتمنى قبل ما نبدأ أن أنت تفعل زر الجرس وتشترك في القناة، علشان ده بيدعمنا بشكل مباشر وغير مباشر. اهلا بيك. النهارده ان شاء الله قبل ما نبدا عايز اعرفك ان التسويق بالمحتوى في وقتنا الحالي اصبح مهم جدا لاي بزنس، وبالذات للبزنس الرقمي واللي بيعتمد على المنتجات الرقميه. يعني لو انت مثلا بزنس بتاعك خدمي على ارض الواقع او اونلاين، او البزنس بتاعك عباره عن كورسات او برامج تدريبيه، فلازم بشكل كبير تهتم بالتسويق بالمحتوى. التسويق بالمحتوى مش معضله، ولازم يكون محتواك مثلا على كل المنصات. مش لازم كده ابدا، لازم تبدا بمنصه واحده بس. يعني على سبيل المثال هتختار انستجرام، تنزل عليها ريلز او فيديوهات او كاروسيل. لو انت بتحب اليوتيوب هتختار اليوتيوب وتنزل عليه فيديوهات طويله فيها شروحات ودورات تعليميه وهكذا. لو انت بتحب لينكد ان منصه رائعه وتجيب لك العملاء الحقيقيين، هتنزل عليها مقالات وفيديوهات وهكذا. لو انت بتحب فيسبوك او تيك توك بتنزل عليه ريلز وهكذا. هتختار منصة واحدة بس وتبدأ تعمل عليها وتنشر عليها فيديوهات احترافية. الفيديوهات دي هدفها شيء واحد بس، بتقدم قيمة حقيقية وفعلية وبتحل مشكلة العميل المستهدف بتاعك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما اجي انزل انا فيديو على التيك توك، انت اخترت التيك توك وخلاص، اخترت عميلك المثالي وحددت عميلك بشكل نهائي. لو هنزل على التيك توك وانا برنامج تعليمي بعلم كورسات لغة انجليزية على سبيل المثال، هتنزل فيديوهات ريلز على التيك توك تعليمية وتثقيفية وتوعوية، بهدف جعل العميل يستفيد منها وينمي قدراته اللغوية ويستفيد من الفيديوهات الريلز بتاعتك. فبالتالي العميل اللي انت حددته هيعمل لك متابعة ويتفاعل معك ويشترك معك. ولما انت تبدأ تضع له الكورس المدفوع او البرنامج التدريبي المدفوع بتاعك، هيحطك في دماغه ويشتري منك بدون اي تفكير. فاللحظة دي انت فعلا عملت تسويق مجاني. غير كده انسى الموضوع. ما تقعدش تنزل في فيديوهات ملهاش اي لازمة، بتتكلم عن اي شيء وفيديوهات عشوائية. حدد عميلك المثالي وحدد المنصة اللي انت هتشتغل عليها، وما تبداش على كل المنصات. ابدا على منصه واحده بس. يعني بشوف ناس كتيره جدا بتبدا على كل المنصات، بيختار 3 منصات او 4 منصات وبيشتغل عليهم، فده خطا تماما. وليه؟ لانه بيشتت نفسه وبيعمل مجهود على نفسه وبيشتت المحتوى بتاعه. فلما انت تختار منصه واحده بس ايا كانت هي ايه، لو انت اخترت يوتيوب، وده اللي انصحك بيه ان انت تختار اليوتيوب، لان اليوتيوب بيجيب لك ناس تدفع لك ما لا يقل عن $1000 واكثر كمان. لو اخترت انت اليوتيوب، فاليوتيوب بيجيب لك عملاء حقيقيين. الفيديوهات الطويله بتسخن لك العميل قبل ما انت تعرض عليه المنتج الرقمي بتاعك. فاليوتيوب بيجيب لك العملاء سخنين جاهزين على الدفع على طول. فاليوتيوب منصة رائعة. لو انت عندك القدرة ان انت تظهر بوشك، ده هيكون اكثر من رائع وهيخلي البيزنس بتاعك في حتة تانية فعليا. فاهتم باليوتيوب، ولو عندك مصاريف وعندك ميزانية اهتم بعمل محتوى، ويفضل زي ما قلت لك ان انت تظهر فيه بوشك. هو التيك توك والانستجرام واللينكد ان منصات رائعة وهتجيب لك عملاء وكل شيء، ولكن اليوتيوب فعليا منصة رائعة جدا. يعني المحتوى الاحترافي على اليوتيوب لا يقل عن الإعلانات الممولة، وقد يكون أفضل كمان. فنصيحة أخوية مني أنا، اهتم باليوتيوب واهتم بعمل محتوى احترافي على اليوتيوب. لو عندك ما لا يقل عن 5000 مشترك في قناتك وانت بتنزل فيديوهات بشكل مستمر، فيديوهات تعليمية وتوعوية ليهم، وبتحل مشاكلهم من خلال الفيديوهات دي، الفيديوهات الطويلة دي يعني 8 دقائق فما فوق، فانت عندك بزنس واقف على ارض صلبة، وعندك عميل بيشتري منك بشكل مستمر، والبزنس بتاعك هيكبر، ومش هتفكر في مصاريف اعلانات ولا تسويق ولا اي حاجة من دي خالص. رقم 3، تعمل فيديو احترافي وفعال ايا كانت هي المنصه. هي انا طولت في اليوتيوب، ولكن اي المنصه اللي انت هتختارها لازم تعمل عليها فيديوهات احترافيه بتخدم العميل. الفيديو لازم يكون شكله احترافي، معمول بطريقه احترافيه.
لازم تاخد برضه كورس عن الكلام ده، تعرف ازاي طريقه عمل الفيديو الاحترافي. ما تنزلش فيديوهات كده وخلاص جودتها رديئه. لازم العميل بتاعك يبقى عارف ان انت مثلا الحساب ده احترافي، شكله كويس، بيخدم مصلحه العميل، بيؤدي للهدف النهائي يتابع العميل، وهكذا. الخطوة رقم 4 الاستمرارية، ونحط تحت النقطة دي كذا خط، واهتم جدا بالاستمرارية. مش لازم في الأول نبدأ بحماس ونروح ننشر كل يوم وبعد أسبوع ولا 2 نروح نختفي. ما ينفعش الكلام ده خالص. طالما قررت إن أنت تعمل بيزنس على السوشيال ميديا او على اليوتيوب او كلام من ده، لازم الاستمراريه هي اساس النجاح. لو استمريت لازم هتنجح. ما تروحش تنزل فيديوهات النهارده وتنتظر ان هي تجيب لك نتائج بكره او الاسبوع اللي بعده، لا، ده اقل شيء 2 أو 3 فما فوق هتبدا تشوف النتائج المرجوه بتاعتك لو انت اشتغلت بشكل مستمر وتنزل فيديوهات توعويه تعليميه فيها قيمه حقيقيه للعملاء بتاعك، وان انت بتدعوهم ان هم يشتركوا في القناه او في الحساب بتاعك علشان تكبر وتؤدي للهدف المطلوب وهو البيع للعملاء بتوعك دي. 5 خطوة ان انت تتفاعل مع جمهورك. ما ينفعش لما حد يكتب لك تعليق انت ما تردش عليه او تنساه او تهمله. لازم تتفاعل مع جمهورك، تنزل ترد عليهم في التعليقات، تحل مشاكلهم. لو اي حد عنده استفسار برضه ترد عليه وتحله له، وهكذا. لو حد بعت لك رسالة برضه ترد عليه وتهتم بيه. مش لازم ان انت يبقى هدفك البيع. احنا قلنا ان انت بتعمل تسويق للبراند بتاعك او للبزنس بتاعك، فلازم في الاول يكون في عطاء بدون انتظار مقابل. الكلام ده مش ببلاش، هو طبعا منطقيا في الاول انت مش هتاخد عليه فلوس. المساعده لعملائك دي في التعليقات او في الرسائل او الخدمه المبدئيه اللي انت هتقدمها دي، اوكي، هي ببلاش، ولكن هي مش ببلاش. مفيش شيء مجاني، لازم هتاخد عليه مقابل. والمقابل ده هيجي لك في صوره مشتركين او متابعين او عملاء محتملين في الايام اللي جايه. فبعدها هتلاقي العملاء بتجي لك بشكل كبير جدا، والبزنس بتاعك فعليا انت مش هتتعب في التسويق، هيبقى عندك بزنس واقف على ارض صلبه. 5 خطوة دي الاخيره، اهتم بالبزنس بتاعك واعمل سيستم مبيعي احترافي للمصدر الربح بتاعك. انت حددت المنصه وحددت تعمل محتوى احترافي عليها، وبدات تتفاعل مع عملائك، وبدات تستمر او استمريت انت على النشر. 5 خطوة، اعمل محتوى احترافي للبزنس بتاعك علشان يبقى شكلك احترافي امام عملائك، علشان الشغل يبقى بشكل اوتوماتيكي بدون تدخل منك وبدون انت ما تشعر بالملل وتتعب وتحتاج ان انت تتابع كل عميل بشكل منفرد. فالسيستم هيغني عنك عن مجهود كبير جدا، وهيعمل لك مبيعات اكبر ويزود ارباحك، وهكذا. فاتمنى ان انت تكون الصوره وضحت ليك، وان انت تهتم بالتسويق المجاني. لازم يكون في تسويق مجاني عباره عن مدونه على جوجل، او زي ما قلنا مثلا قناه يوتيوب او تيك توك او حساب على انستجرام او حساب على لينكد ان، وهكذا. تهتم بالكلام ده كله. البيزنس الناجح لازم يبقى متواجد في الايام اللي احنا فيها دي، لازم يبقى متواجد على كل المنصات. بس ده الكلام ده بعدين، ما تبداش بيه، ابدا بمنصه واحده زي ما قلنا. وانصحك باليوتيوب والانستجرام، برضو بيجيب لك عملاء برضو جودتهم عاليه جدا، والتيك توك ولينكد ان. فلو عندك اي سؤال سيبه لي في التعليقات، وانا هسيب لك لينك الواتساب بتاعي ولينك حساب الانستجرام بتاعي. تواصل معايا وانا ان شاء الله اساعدك في اي شيء. شكرا على المشاهده، وما تنساش تشترك في القناه علشان ده بيساعدنا بشكل مباشر وغير مباشر. وان شاء الله نشوفك فيديوهات جايه. مع السلامه.